5 ملفات تبقوا قدام الرئيس ما يعملش غيرهم. 1 ملف الطاقه، ملف الطاقه، 2 ملف المياه، 3 ملف البطاله، ملف الزراعه، ملف الصناعه. 5 ملفات دول اشتغل فيهم نمره 1 الدنيا تمشي. احنا عندنا حاليا فقر مالي موجود صح؟ بس حضرتك احنا دخلنا من 4 سنوات حزام الفقر المائي. يعني ايه الفقر المائي؟ معدل استخدام البني ادم على مستوى العالم كله للميه اللي هو الضعيف، اقل حاجه زي الحد الادنى للمرتبات كده 1200 جنيه 1000 متر مكعب ميه. مصر النهارده حصه الفرد فيها حضرتك 612 متر مكعب ميه. يعني احنا دخلنا حزام الفقر المائي سنة 2020. انت عند حضرتك اشكالية في الطاقة وعند حضرتك اشكالية في المية. يبقى احنا من النهاردة عندنا 6 سنوات. يبقى لازم نعمل الحساب ده لان نبقى عارفين بالفكرة. هو ده بقى صاحب الرؤية. ده بقى 2020 دي على فكرة ما نستبعدهاش، دي كمان 6 سنين. ده يعني حلقتين كمان نبقى احنا 2020 خلصت. هي الناس مش واخدة بالها. يبقى لازم ملف الطاقة مهم جدا. العالم كله النهاردة بيشوف انواع اخرى من الطاقة. مصر ربنا حماها وحاباها بمجموعة أخرى من الطاقة اللي موجودة. يعني أنا النهاردة الناس بتستعمل البترول اللي موجود ومشتقاته. طب أنا ليه أستعمل البترول ومشتقاته وهو ضعيف عندي وهينضب خلال 5-6 سنوات على الأقصى؟ طب ما أنا عندي الطاقة المائية أقدر أستخدمها. أنا عندي ما يسمى بالطاقة الشمسية موجودة. الطاقة الشمسية باختصار شديد الصحراء الشرقية لو اتعمل مشروع 30 كيلو في 30 كيلو تعملي أكبر محطة موجودة تولد لحضرتك على الأقل 12 جيجا وليس ميجا. 12 جيجا وات موجودين. 12 جيجا وات يعني تعمل 22,000 مصنع كثيف استخدام الطاقه يبقى موجودين بالطاقه الشمسيه طبعا. يبقوا موجودين واقدر اشتغل بيهم. طب انا الطاقه الشمسيه محتاجه نوع من انواع قلنا السخانات الشمسيه اللي تبقى على جميع الحاجات اللي موجوده. السخانات الشمسيه والخلايا الشمسيه اللي موجوده بتصنع من حاجه اسمها الرمل الزجاجي. في جمهورية مصر العربية أنقى رمل زجاجي موجود في وسط سيناء درجة النقاء بتاعته 98.5%. أمريكا وادي السيليكون غرب الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة بتصنع هناك الحاجات ديت موجودة. الرمل الزجاجي بتاعها درجة نقائه 67%. يبقى أنت عندك أكبر مش كده؟ النقاء لو فرق كبير أكبر بكتير تماما. مش فرق عادي. أنا النهاردة أخد الرمل ده لأن أنا راجل مغيب وحكومة مغيبة وناس دماغها مقفول. اصدر الطن ده ب $12 الطن. ارجع يتغسل المرحله الاولى عشان افصل ال1.5 عن ال98.5. ارجع استورده عشان اصنعه ازاز زي ده رمل استورده ب2000 جنيه الطن. الست اسرائيل اللي جنبينا تاخده تصنعه بقى شرايح للسيليكون وللحاجات الكمبيوتر وحاجات الطيران والحاجات الخلايا الشمسيه. تبيع لنا الطن تبيع لي الطن بكام؟ $23,000 اللي انا مديهولها ب $12. لان احنا ناس خام. الراجل اللي يصدر حاجته خام ناس دوله مسؤوليها عقولها عقول خام. مفيش واحد عقله نور سنه نور يعني خد 6 ابتدائي كده يبقى نور فاهم بيقرا ويكتب وعارف ان 5 في 6 ب30 والجو ده وحضرتك يطلع يصدر حاجته خام.